باشمهندس، مم. في عميل عنده ايفون 8 البوردة اتكسرت من فوق، هو ممكن يتصلح ولا لا؟ هي دايما البورد بتاعت الايفون اللي هي 7 8 6 6 اس اللي هي البورد القديمة دي. البوردة لما بتقع القطعة اللي فوق دي بتنكسر كده، اهو دي كده انكسرت. طبعا البوردة دي كده بتكون اتلفت، يعني ما تنفعش نرجع نلحمها تاني. في ناس في الصين كانت عملت فيديوهات وهم بيلحموها تاني مع بعضها، بس دي عملية مرهقة جدا وكانت استعراض مش اكتر، لكنها غير عملية اننا نعتمد الموضوع ده في اصلاح جهاز مكسور في الحتة دي. لكن في طريقة تانية. احنا البوردة دي عبارة عن طبق شايل قطع اللي هي الشيبات اللي هي بنقول عليها الايسيات. فاحنا نقدر ناخد الايسيات دي من البوردة اللي انكسرت دي ونحطها على بوردة تانية، لان الموبايل البوردة بتاعته ما بتتباعش، لانه ده عليه السيريال نمبر اللي هو الاي دي او الهوية بتاعت التليفون، على اللي بتعرف التليفون على شبكة الاتصالات. فكل تليفون له هوية معينة، مفيش بوردة كده بتتباع جينيريك تمشي مع اي تليفون. فاحنا بنجيب بوردة يكون مثلا كان عليها اي كلاود وصاحبها نسى الاي كلاود، فبنشتري احنا التليفونات دي اللي هي الكلين مش المسروقة. وبننقل الايسيات اللي عليها السيريال نمبر اللي هي المعالج والذاكره اللي عليها الداتا والحاجات دي كلها، المعالج والذاكره والرام والبيز باند والحاجات دي ايسيات ما بتتغيرش. ما يعني لو تلف واحد فيها ما ينفعش الجهاز يشتغل، بننقلهم كلهم من على البوردة المكسورة دي نحطهم على بوردة تانية اللي هي ايه كان عليها اي كلاود اللي احنا شاريينها، وبنعمل العملية دي عملية اسمها سواب. فدي هي عملية بتكون مكلفة بصراحة، لأن أنت مش بتشتغل في اي سي واحد، احنا بنشتغل في أكتر من اي سي، وتمن البوردة طبعا. فالعملية بتكون مكلفة شوية، وهو ده اللي أنا كنت منزل عليه إعلان. لو تليفونك وقع من برج خليفة نقدر نصلحه لك. في ناس بيبقى الداتا عندها مهمة جدا، فما عندهاش مشكلة في إنها تدفع تكلفة عالية في مقابل إن الداتا تفضل موجودة. مش كل التليفونات تستاهل الموضوع ده، بس الأوبشن موجود لو حابب. شكرا يا باشمهندس. العفو.